يا صباح الخير، صباح النور، صباح الهنا، صباح السعادة، أنا شيماء أغاضي قناتي. أهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناة. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لكل لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. النهارده خامس يوم رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. خلاص يعني فات 5 أيام، بيفوت بسرعة 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 بسرعة، الأيام بتجري بسرعة بسرعة رهيبة يعني. سبحان الله، لسه أول امبارح كنا بنجهز لحاجات رمضان وبنفرش وبتاع، والنهارده خامس يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. صحيح الفيديو نازل متأخر، بس يعني ظروف كده، فادعوا لي بصلاح الحال، وادعوا لنا ربنا يرحم أبويا وكل موتى المسلمين يا رب. بصوا بقى يا بنات، انا جالي الفانوس الحلو الكيوته ده جميل قوي قوي قوي. بيقول وحوي يا وحوي وحاجات حلوه كده. انا بصراحه اللي اخترته يعني، زوجي ربنا يديله الصحه قال لي تعالي اختار لك فانوس، فانا اخترت ده. كان حلو كده وعاجبني، يعني شكله هلال كده وجواه الفانوس وبينور كمان، شايفين؟ حلو خالص وبيغني، يعني في كل حاجه. انا الفانوس ده كنت جايباه السنه اللي فاتت، وكنت جايبه اتنين، واحد باللون ده وواحد اصفر، اللي هو اللون المستردة كده. والسنه دي جبت ده، وكمان اخترت ان انا اجيب الستاره ديت. انا كان نفسي فيها قوي بقالي كذا سنه بصراحه، وكل سنه اكسل اجيبها. فالسنه دي ربنا كرمني يعني وجبتها. قال لبنتي برضو اختاري اختاري يعني فانوس ليكي، فقالت له لا انا عايزه الستاره عشان ماما نفسها فيها، فتبقى منها ايه، هديه لعيد الام، ومنها كمان كل سنه وانتم طيبين، كل ام طيبه. منها هديه لعيد الام، ومنها كمان يعني ايه تبقى جابتها لانها كان نفسها فيها برضه. فجبت انا الستاره ديت، شايفين؟ جميل خالص. تعالوا بقى اوريكم فرش رمضان. انا عارفه ان الفيديو متاخر شويه، بس يلا اعذروني. بصوا انا هنا، دي الركنه بتاعتنا على قدها كده حلوه يعني، الحمد لله. وكنست وجبت الحفظ ديت، جبتها اللون اللي هو البني النبيتي في البيج، عشان تليق مع بلاط البار، وكمان تليق مع الركنه. تمام، تعالوا نقيد بس النور. زي ما انتم شايفين هنا كده، حطيت على الترابيزه انا كنت جايبه الكوستر ده. كنت جايبه حوالي، كانوا هما 4، واحد على شكل فانوس ونجمه، ونجمه كمان وهلال. فاخدت النجمه اللي هي السداسيه ديت، حطيت عليها الفانوس ده و بولة الزرع الصغنطوطه ديت، وده بتاعت الفحم، وحطيتها هنا كده على الترابيزه ديت. معاها طبعا جنبها حامل الرمود، وجنبها علبه المناديل. وحطيت هنا كوستر ده عليه التمريه ديت، حطيت كده فيها تمر ماشي ساعة الفطار، وهنا الفانوس. وجيت هنا على البف ده، حطيت المصحف، ومعاه المصلية، ومعاه كمان السبحة. ماشي. جارتي عامله لي السبحة دي جميلة جميلة جميلة، شايفين لونها؟ حلو قوي 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 قوي، اللي هو الحجر ده. انا اخترت اللون ده، جميله جميله جميله. عامله لي شويه حاجات، ميداليه وفوانيس كده، ما شاء الله عليها يعني، حلوين قوي. حطيت هنا كده ايه هنا المصليه زي ما انتم شايفين، والمصحف، واللي معاهم اللي هي اسمها ايه، السباح نسيت السبحه، عشان خاطر ايه اللي يصلي يسبح وكده. خلاص. وهنا طبعا النيش. ماشي. تعالوا بقى ايه هنا البار. طبعا انا كنت عامله الليد ده، إيه، اللون اللي هو الاصفر ده حلو قوي بصراحه، عجبني، كنت عاملاه السنه اللي فاتت. جيت هنا بقى علقت الستاره على البار كده من فوق، على الحرف ده، في دخلة الصالة، شايفين؟ يعني كده في دخلة المطبخ، شكلها حلو خالص. ماشي. جيت هنا، طبعا هنا ده الفرن الميكرويف. حطيت هنا بقى فوق الفازه دي، جنبها الفانوس الصغير ده، كان من زمان قوي قوي عندي. وحطيت الفانوس الهلال اللي فيه النجمه ده، حطيته هنا كده يبقى برضو في الداخل. وجيت هنا بقى، دي دخلت المطبخ، حاطه طبعا النوت هنا. ماشي. وحاطه هنا الهلال والنجمه اللي باقيين بتوع الكستر يعني، الكسترات اللي انا كنت جايباها لزقتها كده. وعلقت هنا طبعا هنا فوطه بعلقها عشان امسح ايدي لما اجي اشغل زرار الموتور او اخلص غسيل مواعين. وهنا مرياله المطبخ. وهنا بقى الكسترات ديت كنت شارياها بتاعت البيتزا وكده، فقلت اعلقها هنا، شكلها عاجبني كده يعني، مرتاحه لتعليقها كده. ده طبعا المسكات. هنا حطيت علب البهارات، انا كنت عامله الرفوف ديت، حاطه هنا رف فيه البهارات، والرف التاني برضو فيه بهارات، والرف هنا للزيوت. طيب تعالوا بقى كده، البوتاجاز زي ما انتم عارفين انا ما كانش تحت يعني، ما كانش فيه الستاره دي، فدي الستاره بتاعت البانيو بتاعت الشباك بتاع الحمام، فاستغنيت عنها يعني عشان هي بيضه. انا كنت حطيت الستاره ديت. ماشي. بس الستاره يعني ايه،
حاساها كده ايه مش لذيذه، فقلت احط المشمع عشان لو وقع حاجه وانا بطبخ او كده يبقى في الامان، يعني ما تبقعش الستاره دي. حلو. هو كان هنا التربو، بس انا شلته وحطيت كده ايه، عندي فرن بالكهرباء زياده فحطيته. حطيت كرسي كده وحطيته لغايه ما اعمل له حامل. انا سايبه المكان ده للغساله زي ما انا قايله لكم، لغايه ما ربنا يفرج عليا واجيب الغساله او اعمل له حامل بقى، مش عارفه يعني، لان الفرن ده زياده عندي. تعالوا هنا نطلع كده. البوتاجاز. حلو. هنا بتوع السلستين بتوع المعالق. جبت اللزق ده لزقته هنا. لما غسلت لما غسلت المطبخ وكده، قلت اغير يعني، فجبت اللزق ده ولزقته. حاسه ان شكله لذيذ كده. وحاطه هنا طبعا بتاعه البخور اللي احنا نبخر فيها. حاطه سبت ابيض كده جنبه زرعه صناعي طبعا، وحاطه جنبه كيس فيه شيح عشان لو في حاجه وحشه لا قدر الله، عشان السطح فوق ماشي وانا بقلق شويه. هنا اللاب. وهنا حاطه العجله ديت، وحاطه الكوستر ده، وحاطه هنا الكاتل بتاع الشاي، ومعلقه هنا فوق المجات عليه. عايزه طبعا اشيل دولت معلقهم عليه عشان يبقوا سهلين بس في الاستخدام. ماشي. وتعالوا بقى اوريكم. وجبت طبعا اللزق الرخام ده بتاع برضو ورا البوتاجاز، بيتلزق ورا البوتاجاز، بس انا لزقته هنا. بس مش عارفه، حاسه ان شكله مش لذيذ، بس قلت تغيير يعني. جيت هنا بقى عملت المنظم ده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. شايفين؟ والله شكله لذيذ خالص. حلو جدا جدا جدا. عمال ايدي. ده عمال ايدي. بصوا بقى، هنا طبعا حاطه دي بتاعت السكر، هنا بتاعت النسكافيه، هنا شاي قهوه، هنا برضو قهوه وبتاعت اللبن. دي الفوانيس اللي بقول لكم عليها اللي جارتي عاملاها لي. شايفين؟ كيوت قوي هي. ميداليه. حلوه قوي قوي قوي. ده واحد كبير شويه كده. شايفينه؟ وعامله لي واحد كمان صغنطط كده، وعامله لي واحد تاني على ابيض وبني. حلوه قوي. تسلم ايديها وتسلم عمايلها. خلاص. تعالوا بقى هنا، حطيت هنا البولات اللي هي الصيني دي، وحطيت هنا برضو البوله الصيني ديت، وهنا صينيه الشاي فوق، وعلبه المناديل فوق، وكوستر فيه وسبت صغنطط كده حاطه فيه ورد. وهنا طبعا السله دي حاطه فيها السكر بتاعي، والكوبايه دي اتكسرت حطيتها كده. وحطيت هنا ده آه، بصوا بقى ده هقول لكم. ده زيت ورد ماشي على ميه. حلو. بلمع بيه الرخام. ماشي. قبل ما كنت الزق الرخام يعني، وبلمع برضو بيه الستيكر بتاع الرخام ده، بيديله لمعه حلوه قوي. خلاص. وهنا علبه المناديل. شايفين؟ حلو قوي قوي. منظر حلو قوي. تعالوا بقى من هنا، من الجنب كده، حطيت طبعا الفانوس ده لزقته كده، ولزقت هنا الاشكال ديت، ولزقت هنا الاشكال على التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دخلت التربو تحت الحوض، والحاجات تحت الحوض يعني اللي انا بستخدمها. خلاص. شايفين؟ مطبخ بقى نضيف وزي الفل. شايفين كده منظر المطبخ من بعيد؟ ما شاء الله نضفته وخليته زي الفل. ودي الستاره. وزي ما انتوا شايفين كده ايه، المطبخ بقى زي القشطه يعني. هنا بقى طبعا الشاشه، وهنا منظر الصاله اهوت بالركنه بكده. تعالوا بقى ايه، ندخل الحمام اعزكم الله. هنا زي ما انتم شايفين طبعا بعد ما غسلناه وخليناه فل الشمعة منورة يعني. ده البانيو خلاص انا غسلت وروقته. وهنا حوشة الستارة اللي قلت لكم خدتها استخدمتها، وحطيت الستارة الخيامية ديت، حسيت شكلها لذيذ كده. وحطيت هنا، جبت الحافظة بتاعت الغسالة ديت، حطيتها. لونها حلو ولايق مع الحمام يعني، مع لون الحمام. وهنا ده كان بتاع للبانيو كده، صينيه للبانيو، كنت سايباها اعمل عليها صينيه دواره، بس ما حلفنيش الحظ يعني. حطيت هنا الكاس ده كان اتكسر من فوق من هنا، فاستغليته حطيت فيه ورد كده وحطيته. وهنا حاطه دوني في دولت، وحاطه الاريال. ماشي. خلاص. وهنا الحوض، هنا بقيه الحاجات بتاعت الغساله، وزي ما انتم شايفين كده. خلاص تمام. ده منظر الحمام بقى زي الفل. تعالوا بقى ايه، ندخل على هنا البراد بتاعت الميه. تعالوا ندخل هنا على اوضه نيني. ما فيهاش حاجه، ما يعني ما عملتش فيها حاجه، هي التسريحه بتاعتها عليها شويه حاجات كتار كده. كانت المرايه دي، شايفين المرايه ديت؟ كانت هنا. حلو. خدتها من هنا حطيتها ورا المكتب بتاعها، بقت عامله زي التسريحه كده، بقى شكلها حلو خالص. ودي الاوضه. تعالوا بقى ندخل على اوضه الانتريه. هنا زي ما انتم شايفين كده مفيش اي حاجه. هنا معلقه الحبل الليد ده على الجدار ده، بايد ينور كده الوان.
بالليل بابقى أشغّله، وهنا الترابيزة عليها برضه فانوس، عليها زرعة، عليها بتاعة البخور اللي بنبخّر بيها، المبخرة، وعليها المصحف، وهنحط عليها علبة المناديل، وهنا بقى خلاص يعني إيه الستاير، هنا حامل الشاشة، أنا مدخّلة الشاشة الأوضة لسه ما طلعتهاش بصراحة. تعالوا بقى إيه ندخل على أوضة النوم. بُصّوا بقى، أنا خدت هي أنا نضفتها برضه، روّقتها وبقت زي الفل. هنا طبعًا الشاشة زي ما أنتم شايفين، حاطاها لسه ما طلعتهاش بصراحة برّه، حاسة إن لسه الجو برد، فلسه ما طلعتهاش. هنا بقى جبت اللون الحبل الليد ده كان عندي كنت شارياه السنة اللي فاتت، أنا باحب اللون الدهبي ده أوي، ما باحبش اللي هي اللي فيها ألوان كتير بصراحة، فجبته وعلّقته كده على الستارة بالشكل ده زجزاج كده، وكان شكله حلو أوي، 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 بصراحة بيدّي شكل حلو أوي بالليل للأوضة كده، شكل مبهج يعني. كل سنة وأنتم طيبين. ده تضبيطاتي وترويقاتي يعني في ترويقات العيد يعني. كل سنة وأنتم طيبين. أقول لكم بقى مع السلامة، دي جولة بسيطة كده صحيح جاية متأخرة، بس يعني إيه خلاص الحمد لله إن إحنا عملناها. مع السلامة، ما تنسوش اللايك وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. باي باي.